ويا اهلا بكل اللي بيتابعوني على قناتي على اليوتيوب. معاكم رانيا موسى، وحكايه ورا روايه وريفيو روايه لاني احبك، لان كان فيها رسائل كتيره جدا وحاجات مهمه جدا حبيت ان انا اراجعها معاكم. 3 قصص حب كانوا فيهم مشاكل كتيره قوي، بس نهايتهم كانت حلوه قوي. واكتر حاجة عجبتني ان هي فيها امل ويعني كم تفاؤل كبير جدا. الحب اللي كان من طرف واحد اللي تحول لقصة حب رهيبة وبسبب الكذب بعدوا عن بعض، هي نسيته وحبت وعاشت واتجوزت وحست انها لقت العوض، امل كبير جدا في حياة احلى من اللي كانت متخيلها. كمان الشك والغيرة بسبب الحب الملوث والحرمانية اللي كانت موجودة في حبهم. حتى هي في القصة بتقول لحبيبها احنا الشيطان زين لنا الحب المحرم، رغم ان احنا كان ممكن نتجوز. فطبعا كان لازم التطهير من الذنب، ودي حاجة مهمة جدا. ومجرد هي اتجوزت خلاص الذنب ده انتهى. وكمان ان هي كانت بتظلم واحد تاني، وكانت هتتخطب او اتخطبت بالفعل لواحد تاني كانت بتظلمه، ده كمان كانت حاجة غلط جدا جدا جدا. كمان اخر حاجة بقى ان البنت اللي كانت اتعمل لها عملية الختان، وطبعا دي حاجة مجرمة حاليا، لكن رغم كده للأسف في اهالي برضو بتعمل العملية دي لبناتها، وبتحصل طبعا احيانا وفاة للبنات. ورغم كده في ناس مصممة انها تعملها، ودي حاجة غلط جدا، وسبب المشكلة النفسية اللي كانت عندها، وسبب العداء كمان لأهل الزوج. وطبعا لازم نحترم أهل الزوج، والزوج يحترم أهل الزوجة. واتحلت في الاخر لما راحت المعالج النفسي اللي خلاها تحل مشكلتها. وكمان كانت غلطتها ان هي جابت بنت وسابت لها بيتها وبتبعد عن جوزها، ودي كانت غلطة كبيرة جدا. ما تدخلوش حد بيوتكم الا لما نبقى متأكدين منه واثقين فيه. تحياتي ليكم، يا رب الرواية وريفيو الرواية يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.